أهلا وسهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج راي، والتي نلقي فيها ضوء على الاستعدادات الجارية من قبل الجيش السوري من أجل حسم ملف تنظيم قسد في ظل هذه المراوغة والمماطلة من قبل مظلوم عبدي. المصادر الإعلامية تشير إلى تجهيز 50,000 جندي وضابط تابع للجيش السوري من أجل حسم هذا الأمر في ظل المحاولات الرامية لتقسيم البلاد لتفتيتها من قبل أعداء الدولة السورية. لكن هناك تشديد من قبل الرئيس أحمد الشرع من قبل كل أبناء الشعب السوري بأنه لن يسمح مطلقا بالسماح بمرور هذه المخططات الخطيرة التي تستهدف وحدة أراضي الدولة. لذلك الكل يتابع عن كسب، الكل يترقب المشهد، والكل يدعو المولى عز وجل بأن يتم حسم هذا الملف قريبا. تابعنا حالة النفس الطويلة التي كانت تتواجد لدى الإدارة السورية في التعامل مع قادة تنظيم قسد، لكن يبدو بأن هناك استغلال لهذا الأمر من قبل مظلوم عبدي ورجاله يتحينون الفرص. لذلك السلطات السورية تريد قطع الطريق على هؤلاء. مشاهدينا الكرام، دعوني أرحب الآن بالسيد فواز المفلح، مدير المنبر الإعلامي والسياسي للحسكة، والذي ينضم إلينا الآن عبر تطبيق الزوم. أهلا وسهلا بحضرتك سيد فواز. أهلا وسهلا بكم أستاذ علاء. الله يبارك فيكم يا رب. أستاذ فواز، المصادر الإعلامية تشير إلى تجهيز 50,000 جندي تابع للجيش السوري من أجل هذه المعركة الكبيرة ضد تنظيم قسد. كيف ترى الأمر؟ طبعا الاستعدادات بدأت منذ حوالي شهرين والآن وصلت إلى ذروتها، وهناك جميع الفرق العسكرية التي ترابط على منطقة مقابلة للجزيرة في بادية الشام، وتقابل لمنطقة الجزيرة العربية المحتلة على أهبة الاستعداد، ويبدو أنها استكملت كامل تجهيزاتها وتدريباتها من أجل ساعة الصفر. وموضوع إعلان بداية المعركة يتعلق بتصرفات تنظيم البوادي الإرهابي، فإذا ما استجاب تنظيم البوادي الإرهابي ونفذ اتفاق 10 آذار الموقع مع السيد الرئيس أحمد الشرع، فإن المنطقة ستتجنب الدماء وتتجنب الكثير من الخسائر والكثير من ربما عمليات نزوح، إلا إذا أصر هذا التنظيم على التمسك بالمنطقة وعدم تسليمها للحكومة الشرعية في دمشق، فإنه هو الوحيد الذي يتحمل عواقب ما سيجري على الأرض. هناك 50,000 جندي حقيقة جاهزون، والآن استكملوا استعداداتهم بعد شهرين أو أكثر من التدريبات العسكرية المكثفة، وبعد أن بدأت تصل إليهم معدات حديثة ومتطورة جدا من تركيا. وهناك فقط عملية تدريب على هذه المعدات الجديدة التي وصلت من تركيا، ولم تستغرق إلا ربما بضعة أيام. أصبح يعني الموضوع يفصلنا عن 31 آب فقط حوالي 10 أيام من الآن، إذا لم تنفذ تنظيم البوادي الإرهابي وينسحب من الجزيرة السورية ويسلمها للحكومة، فإن المعركة قادمة لا محالة، والاستعدادات توجت بتسليح الجيش العربي السوري بسلاح متطور ونوعي، ومن أجل أن تكون هناك حرب قصيرة الأجل إن شاء الله، وتكون حرب نظيفة لن يكون فيها ضحايا مدنيين. سيكون هناك الأهداف ستكون منتقاة بشكل جيد ومدروس من أجل تجنيب المدنيين الصراع في هذه المنطقة. طيب، المصادر الإعلامية تشير إلى أن الجيش السوري سيتحرك من أجل تحرير أرقة ودير الزور من أيادي هذا التنظيم، فبماذا تعلق سيد فواز على استهداف هذه المناطق من أجل تحريرها؟ أيضا في مصادر مطلعة وأمنية التقت بوفد من تنظيم البوادي الإرهابي في دير الزور قبل حوالي 4 أيام، وقالت الوفد حرفيا للوفد القادم، وهو وفد أمني وعسكري من تنظيم البوادي الإرهابي المسمى قوات سوريا الديمقراطية، قالت لهم عليكم فقط أن تبدأون بتنفيذ اتفاق 10 آذار. واتفاق 10 آذار لا يشمل دير الزور والرقة. هذه الطروحات يقولها فقط تنظيم البوادي الإرهابي من أجل
انه اقناع الحكومه السوريه باستلام محافظه دير الزور اولا والرقه ثانيا، ومن ثم التفاوض على محافظه الحسكه. لكن الجواب الحقيقي الذي تلقاه وفد التنظيم هو انه جميع منطقة الجزيرة هي منطقة واحدة ولا يمكن تجزئتها أو التفاوض على أجزاء منها، يجب أن تسلم دفعة واحدة. والجيش السوري عندما يدخل المعركة لن يتوقف عند حدود دير الزور أو حدود الرقة، بل سيستكمل إن شاء الله تحرير محافظة الحسكة، وسيصل إن شاء الله إلى شواطئ نهر الدجلة قريبة بعد الحسكة مباشرة. وإذا ما انطلقت المعركة فتأكد تماما أخي بأنه أبناء العشائر في الداخل المحتل وليس الذين سيكونون مع الجيش العربي السوري، لكن أبناء العشائر في المناطق المحتلة سيحررون الكثير والكثير من المناطق حتى قبل وصول قوات الجيش العربي السوري إليها، وستكون نظيفة وخالية من الإرهابيين إن شاء الله قبل وصول الجيش العربي السوري. وخلال ربما لن يصل قبل تحرير الرقة ستكون مناطق واسعة وشاسعة من الجزيرة ومن الحسكة بشكل تحديدي محررة وخالية من هذا التنظيم الإرهابي. يعني حضرتك تتوقع بأن هذه العملية العسكرية ستكون في الأيام القليلة القادمة؟ والله هذا ما نراه على أرض الواقع من استعدادات كلا الطرفين للمعركة، وخصوصا قوات الجيش العربي السوري التي حقيقة ملت من الوعود وملت من جولات المفاوضات الكثيرة ومن الوفود التي تطلب لقاءات في كل فترة. كلما شعروا بالحرج وبالضيق وزادت الضغوط عليهم طلبوا جولة مفاوضات، وهذه جولة المفاوضات ما هي إلا مضيعة الوقت، وهم يحاولون استثمار الوقت لعلهم يصلون إلى مرحلة ما تكون فيها ظروف دولية قد تغيرت ويتمكنون من البقاء في الجزيرة، وهذا ما تقرأه الحكومة السورية جيدا. لذلك يوم أمس طلبوا أيضا لقاء مع الحكومة السورية، فرفضت الحكومة السورية وقالت ما عليكم أن تقوموا به فقط هو أن ترسلوا لجان أمنية وإدارية من أجل تسليم المنطقة إلى وفد الحكومة السورية أو إلى اللجان الأمنية والإدارية التابعة للحكومة السورية. لا مجال للمفاوضات ولم تعد هناك مفاوضات، هناك اتفاق تأخرتم كثيرا في تنفيذه وعليكم تنفيذه الآن وقبل أن يمضي الوقت، فالوقت ليس بصالحه. طيب نتحدث هنا عما أشار إليه بعض من المحللين والخبراء العسكريين، أوضحوا بأن 30% من قوات تنظيم قسد هم من العرب، هم من أبناء العشائر والقبائل العربية، وتوقعوا بأنه مع بداية هذه المعارك هؤلاء سيقومون بالانشقاق. كيف ترى مثل هذه التأويلات والتحليلات؟ هذه أخبار مؤكدة أستاذ علاء، هذه الأخبار هي مؤكدة 100%. كان العنصر العربي يشكل في تنظيم البوادر الإرهابي ما يقارب 60 ما بين 60 إلى 70%، انشق نصفهم تقريبا، بقي الآن يشكل ما بين 30 إلى 35% على أبعد تقدير من تنظيم أو ما يسمى قوات سوريا الديمقراطية قسد، بين قوسين تنظيم البوادر الإرهابي المتحكم الفعلي في هذه القوات. هذه القوات حتى الذين بقوا موجودين هم لن يقاتلوا ولن يرفعوا السلاح بوجه الجيش العربي السوري، ولكنهم سيوجهونه إلى صدور العدو ويشقون مباشرة عند بدء المعركة، وبعضهم سينحاز مباشرة إلى القوات الجيش العربي السوري، وهذا ما سيسهل كثيرا العملية وستكون العملية سريعة ونظيفة إن شاء الله، لأن هذه القوات ستنشق بكاملها. أيضا هناك انشقاقات ستكون بين من الأخوة الكرد المجندين قسريا أو المختطفين من أهلهم وجرى تجديدهم في تنظيم البوادر الإرهابي أو ما يسمى قوات سوريا الديمقراطية، أيضا سينشقون. لذلك أنا أقول لك أن المعركة ستكون قصيرة وأقصر مما يتوقع الجميع، لأنه لن يجدون من يدافع عنهم، وخصوصا القادة والكوادر التي جاءت من قنديل والتي هي ربما ستدافع بعض الشيء ولكنها لن تستطيع الصمود أمام أعداد كبيرة ستنضم إلى الجيش العربي السوري فور بدء المعركة. وبالإضافة إلى ستكون هناك ثورة عشائرية مسلحة من الداخل من أجل القضاء على هذا التنظيم بأسرع وقت ممكن وبأقل التكاليف وبأقل الخسائر وبدون حصول أي دمار إن شاء الله، لا في البنى التحتية ولا في الأحياء السكنية التي ستدور ربما فيها بعض المناوشات الصغيرة من قبل هذه العصابات التي قدمت من خارج الحدود وتبترست في الجزيرة السورية. حتى وإن كان هذا التنظيم سيد فواز يمتلك أسلحة أمريكية
متطورة ولديها أيضا أنفاق تحت الأرض، حضرتك تتوقع بأنه الحسم سيكون في أيام معدودة بإذن الله؟ شبكة الأنفاق جميعها باتت معروفة، ومداخلها ومخارجها باتت معروفة أيضا، والراصدين استطاعوا تصويرها حتى من داخل الأنفاق، وهذا بفضل الله وهمة الأحرار. وكل الخطط التي وضعوها هي الآن بين أيدي الجيش العربي السوري وبأيدي القيادة الأمنية السورية، ولذلك هم يعبثون فقط بالوقت فقط لا غير. هذه الأنفاق لن تفيدهم حقيقة، ومن يتمترس في هذه الأنفاق لا فقط ما عليه إلا أن يعتبر أنه سيكون هذا النفق هو قبر له بالتأكيد. لن يستطيعوا الصمود في هذه الأنفاق طويلا، بل سيهربون وسيعودون أدراجهم إلى من حيث أتوا، أو ربما سيعبرون إلى العراق إذا سمح العراق لهم بعبورهم. ولكن أتوقع أنهم أصبحوا منبوذين وغير مقبولين، وربما سيخوضون معركة أخيرة ستكون على الحدود العراقية من شمال اليعربية إلى منطقة المالكية. هذه المنطقة هي ستكون الملاذ الأخير لهم الذي سيمكثون فيه أو يحاولون الهرب منه إلى العراق. فقط هذه المنطقة ربما ستجري فيها بعض المعارك، أو ستضطر الحكومة العراقية وبدوافع ربما بضغوط أمريكية أو أوروبية بفتح الحدود لهم من أجل العودة إلى شمال العراق، ومن أجل الذين العناصر الإيرانية تعود إلى إيران، والعناصر العراقية أيضا تعود إلى شمال العراق التي قدمت من قنديل، وخصوصا بعد حل حزب العمال الكردستاني. طيب، نلاحظ بأنه أثناء عرض الصناعات العسكرية المتطورة يفتخر الأتراك في هذه الفترة بامتلاكهم لقنبلة قادرة على الوصول لمسافة تصل ل80 متر أسفل الأرض وتحطيم هذه المناطق وهذه المواقع التي تتواجد أسفل الأرض. هل هي إشارة واضحة تحمل تهديدات صريحة لتنظيم قسد الإرهابي لأنه يمتلك هذه الأنفاق تحت الأرض، بأن الجيش التركي لديه القدرة بفضل الله على تدميرها؟ نعم، الجيش التركي لديه القدرة على أيضا إسقاط هذه القنابل من الجو على هذه الأنفاق، خصوصا أنه خارطة هذه الأنفاق باتت معروفة لدى تركيا ولدى سوريا كما قلت لك. وجميع هذه الأنفاق، شبكات الأنفاق جميعها باتت معروفة، سواء في المدن أو في الجبل عبد العزيز أو في جبل سنجار أو في مناطق الهول. أيضا هناك أنفاق في مناطق الهول، وربما هناك أنفاق أيضا على الحدود التركية السورية، شمال القامشلي، شمال مدينة المالكية، شمال القحطانية. توجد شبكة أنفاق أخرى عملوا عليها منذ سنوات، لكن كل هذه الأنفاق باتت معروفة لدى القيادة التركية ولدى القيادة السورية، وستكون هدفا سهلا إن شاء الله للقوة الجوية التركية، وكذلك للقوات المدرعة والبرية التي تدخل القوات السورية، تدخل عبر الأراضي السورية إلى هذه المنطقة. المنطقة باتت مكشوفة ومعروفة ولن يستطيعوا الصمود فيها، وهذه هي القنابل التي تحدثت عنها تركيا والتي عرضت في معرض الصناعات الدفاعية حقيقة أرعبتهم، وهم كلما رأوا صناعة متطورة في تركيا أو رأوا سلاح جديد يدخل إلى الجيش العربي السوري يهرعون إلى دمشق طلبا للمفاوضات، ولكن تم كشف أمرهم بأن هذه المفاوضات ليست إلا مضيعة للوقت معهم، وأنهم يستثمرون عامل الوقت فقط من أجل لعلهم يحصلون في ساعة ما في وقت ما على دعم دولي ينجيهم من هذه الكارثة المحققة التي تحيق بهم. طيب سيد فواز، نتحدث هنا عن أن المؤتمر الذي جرى تنظيمه في الحسكة رفعت فيه كل الأعلام من قبل هذه التنظيمات التي تحاول الانفصال وتحاول تقسيم البلاد، ورفعوا كل الأعلام إلا العلم السوري. كيف تابعت هذا المؤتمر؟ تابعنا هذا المؤتمر بدقة، ونحن أيضا ساهمنا بإفشال هذا المؤتمر قبل أن ينطلق عبر مناشداتنا وعبر اتصالاتنا مع السوريين الموجودين تحت هذه القوى الاحتلالية، وطلبنا منهم عدم المشاركة، وفعلا استجاب شيوخ ووجهاء العشائر وأيضا المثقفين بشكل كامل، الكوادر المثقفة العربية وحتى الكردية استجابوا بشكل كامل ولم يشاركوا في هذا المؤتمر المسمى كونفرانس وحدة الموقف، والذي جمع ميليشيات الهجري على ميليشيات غزال
وميليشيات الحلول وعلى ميليشيات تنظيم البواديع الإرهابي. ولم يحضروا إلا قليل جدا من المرتزقة الذين جاءوا ليحصلوا على ظرف فيه $100 وطعام غداء للحضور. هذا كان غاية ابتغاء الشخص 20 شخص العربي الذين حضروا هذا المؤتمر، ليسوا مؤثرين وليس لهم أي تأثير. لذلك نحن عملنا على إفشال هذا المؤتمر، والحمد لله نجح العمل، وهذا المؤتمر وئد قبل أن يبدأ، ولذلك كانت مخرجاته ضعيفة جدا ولم يستطيعوا استثمار هذا المؤتمر. الآن يحاولون على بدأوا في الفترة قبل أسبوع عقد مؤتمر آخر اسمه تحت مسمى دستوري في الرقة، ولكن أيضا بسبب الرفض العشائري والعربي لحضور هذا المؤتمر بشكل مطلق، الآن أعلنوا عن تأجيل هذا المؤتمر. والتأجيل لم يأتي بناء على مصلحة يعني مشتركة أو أنهم أصبحوا لديهم نية حسنة، لكن لا، لأنهم فشلوا في جمع وحشد الحضور اللازم له. وإذا ما حشدوا عديد من المرتزقة لهذا لن يعطيهم الشرعية المطلقة كما فعلوا قبل أيام عندما جاءوا بالتحالف الدولي وجاءوا بالأمريكان إلى الرقة وجمعوا لهم مجموعة من الفلول النظام وبعض المرتزقة. وطبعا في اليوم الثاني، في اليوم الأول جمعوا حشد لا بأس به، انقسمت الآراء ما بين مطالب بوصول الدولة السورية وآخرين يحاولون أوغلوا في الدماء وأصبحوا خونة ووصفوا بأنهم خونة. هؤلاء فقط وهم مجموعة من 4 إلى 5 أشخاص طالبوا بأن تكون لهم حماية خاصة إذا ما دخلت الدولة السورية إلى الرقة، أو أن يتم منع دخول القوات السورية وأن تبقى قسد كتلة تحمي هذه المنطقة من أجل الحصول على مصالحهم الخاصة والحصول والحفاظ على أنفسهم من المحاسبة عندما تأتي الدولة السورية لأنهم مجرمون. في اليوم الثاني بعد أن فشل اللقاء الأول مع التحالف، في اليوم الثاني جمعوا فقط المرتزقة وعددهم كانوا بحدود 14 شخص فقط لا غير، والتقوا بالتحالف. وأيضا تكرر نفس المشهد، كان هناك أيضا رؤى متباينة في هذا الاجتماع، وأبلغ العديد منهم أنهم يريدون أن تصل قوات الحكومة السورية إلى منطقتهم وأن تحميها وأن يكونوا تحت رعاية الدولة السورية ويرفضون التقسيم والفيدرالية واللامركزية. لذلك هذا فشل ذريع الآن حصل في الحسكة وتكرر أيضا في الرقة بتأجيل مؤتمر ما يسمى الدستور. طيب، تابعنا مثلا بأن توماس باراك المبعوث الأمريكي للدولة السورية يسير في شوارع دمشق ويستوقفه أحد الشباب السوريين ويتحدث معه باللغة الإنجليزية ويشرح له الوضع راهن في البلاد. كيف رأيت موقف هذا الشاب والتفاعل الكبير من جانب السوريين مع الإدارة السورية في سبيل تحقيق الأهداف؟ حقيقة الشعب السوري بشكل عام مع الإدارة السورية، وهذا الشاب عبر عن مفهوم الشعب السوري وأوصل رسالة إلى باراك بأن الشعب السوري يريد أن تكون سوريا آمنة ومستقرة، وأن يتم مساعدة هذه الحكومة من أجل أن تصل إلى كامل الأراضي السورية. ولاقى هذا الفيديو استحسان كبير من قبل الجمهور السوري والحاضنة الشعبية الكبيرة بالحكومة السورية. الحكومة السورية ليست بحاجة لرأي مجموعة من الفلول فيها، فهي الحاضنة الكبيرة التي تؤيدها. وهناك أيضا بدأت تستقطب العديد من الحاضنة التي كانت تدعم المخلوع بشار الأسد، وكذلك استقطبت العديد وربما أكثر من 3 إلى 4,000 أسرة من السويداء، وأخرجتهم من السويداء وأخرجتهم. وكان الهجري يدعي بأنهم هم حاضنة شعبية له، ولكن الحكومة السورية بحكمتها وبدعمها لأبناء للفقراء في السويداء وتوفير الغذاء والماء والطعام والعلاج لهم عبر الكثير من القوافل الإنسانية دخلت السويداء، جعلت هذه أيضا أبناء السويداء يتحولون باتجاه الحكومة ويستعيدون ثقتهم بها. ومن كان له ثقة بالحكومة خرج قبل أن تفرض ميليشيا الهجري طوقا أمنيا وتمنع أبناء السويداء، ولكن الكثير منهم
استطاع أن يخرج بقافلات الهلال الأحمر السوري التي نظمت من أجل إجلاء الكثير من المدنيين والعائلات من السويداء باتجاه مناطق سيطرة الحكومة. هذا الأمر جعل الحكومة السورية الآن تزداد شعبيتها وتزداد حاضنتها من كل الطوائف، ولم تعد حاضنتها واقفة على الطائفة المسلمة السنية فقط. كيف تتوقع مستقبل البلاد في ظل هذه التحديات سيد فواز التي يواجهها الشعب السوري في المرحلة الراهنة؟ أنا أراها بشكل جيد، لأنه أصبح الآن نرى أنه هناك دعم إقليمي ودعم عربي ودعم دولي لهذه الحكومة. الجميع يريد سوريا آمنة ومستقرة، الجميع يعمل على ذلك. والدليل أنه حتى في اجتماعات عمان الثلاثية كان هناك دعم واضح للحكومة السورية. أيضا جاءت القرارات أو محاضر التحقيق التي أوردتها لجنة الأمم المتحدة حول أحداث الساحل جاءت مطابقة أيضا تماما لما جاء في تقرير اللجنة التي شكلها السيد رئيس أحمد الشرع للتحقيق بأحداث الساحل، وكانت متوازنة جدا وأعطت الحكومة السورية دفعة كبيرة بأن الحكومة السورية هي من حمت الطائفة العلوية في الساحل، وهي من دافعت عنها، وهي من أوصلتها إلى بر الأمان ومنعت إراقة الكثير من الدماء. وهذا يدل على حكمة كبيرة من الحكومة السورية. وجاءت هذه التقرير بمثابة صفعة للفلول وصفعة للهجريين الذين يتوقعون أن يكون هناك تقرير مشين بحق الحكومة السورية في أحداث السويداء، ولكن نحن تأكدنا إن شاء الله ومن خلال إحصائيات دقيقة أجرتها اللجنة السورية على طريقة اللجنة التي عملت في الساحل بأنه هناك انتهاكات كبيرة لإجرام وتطهير عرقي وجريمة منظمة من قبل ميليشيات الهجري تجري في السويداء، فاقت كثيرا ما انتهاكات التي جرت من بعض عناصر الأمن أو من بعض عناصر الفزعة العشائرية. إجرام الهجري كان لا يوصف أمام انتهاكات الفزعة العشائرية وبعض عناصر الأمن العام. فذلك أثر كثيرا على معنويات عناصر الهجري، فبدأوا يخرجون إلى الشوارع ويجمعون بعض العنصريين وبعض ناس من خارج سوريا ويجمعونهم في ساحة بالسويداء ويطالبون بالانفصال في حوار تصعيدي، لأنهم رأوا أن الأمور تسير بعكس ما يتمنون، وأن القرارات الدولية التي تخرج هي بعكس ما يقولونه للإعلام، وأن الحقائق بدأت تظهر ومصيرهم بات محتوما. وقريبا جدا إن شاء الله سنرى السويداء تحت رعاية الحكومة في دمشق إن شاء الله. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سيد فواز المفلح مدير المنبر الإعلامي والسياسي الحسكة على كل تلك الإيضاحات والإفادات التي أوضحتها لنا في حلقة اليوم. شكرا لكم. الله يبارك فيكم يا رب. مشاهدينا الكرام، اسمحوا لنا بأن نذهب لهذا الفاصل ثم سنعود بعده كي نستكمل الحلقة، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا.